اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير وتكون فيديوهاتنا اللي فاتت كلها بتنال اعجاب حضراتكم، وتعذرونا لو في فيديو مش على مزاجكم، لو في فيديو مفهوش افاده لحد معين ممكن يكون فيه فايده لحد تاني. اتمنى لو فيه اي تعليق او اي كومنت تتكرموا وتكتبوا لنا، وربنا يقدرنا ويساعدنا ونرد على كل كومنتاتكم ان شاء الله. النهارده معانا آلة موسيقيه، معانا اورج. في مشكله ان فيه بعض الاصابع دول مش شغاله، يعني لو بصينا كده ده كده بيشتغل وبيفصل، ده كده مش شغال خالص. هنا شغال وبيفصل برضو، اشتغل مره لا، ده مفيش خالص. الباقيين مثلا شغالين مفهومش مشاكل، يعني المشاكل كلها بتنحصر في الاوكتاف دون او في السلم دون. هنشوف مع بعض النهارده طريقه ظريفه وطريقه جميله جدا وطريقه بسيطه ازاي ان احنا نرجع النعومه بتاعه الاصابع، نرجع التاتش يبقى زي الزرار دي بالظبط، ما يبقاش فيه اي تعليق زي كده خالص، ولا فيه اي صوت بيقطع، ولا بيشتغل مره ولا بيقطع مره. خلينا مع بعض نشوف، وان شاء الله هتلاقي حلول بسيطه جدا وهتعجب حضراتكم وبدون اي تكلفه، مش هندفع اي حاجه ولا هنشتري حاجه ان شاء الله. ويا ريت حضراتكم تخليكم معانا لنهايه الفيديو، في حاجه هنذكر بعض بيها في نهايه الفيديو مهمه جدا ان شاء الله. بعد ما فكينا المسامير بنرفع الكفر ده، ونكون حريصين واحنا بنرفع الكفر عشان بيبقى فيه اسلاك اللي هي خاصه بالبطاريه. بنفصل الجاك الخاص بالطرفين بتوع الحجاره علشان نعرف نشيل الكفر، وهنبتدي نفك الشاسيه اللي مثبت بيه اللي هو الكيبورد او الزرار بتاعه التشغيل. بيبقى هنا فيه كل طبعا اورج وليه مواصفات غير التاني. ده هنا بيبقى فيه حاجات بتبقى بكليبس، في حاجات بتبقى جاكات كامله سوكت كامل يعني فلاته وعليها سوكت. هنا ده مربوط بزي رباط صغير كده نفكه عشان يبقى ده مرن معانا في الحركه بس مش اكتر. هنفك الشاسيه بتاعنا، ادي المسامير بتاعتنا اللي هتتفك يبقى احنا عارفين. بعد ما فكينا المسامير بتاعه التثبيت بتاع الشاسيه المعدن دوت، هنبتدي نرفع مع بعض كده، ونكون حريصين واحنا بنرفع الزراير لازم نشدها لورا حبه علشان الصوابع دي ما تمسكش في الشاسيه البلاستيك دوت. وهنبتدي نفك التثبيت اللي فوق دوت. بعد ما فكينا المسامير كلها بتاعتنا هنطلع المسامير كده، فكينا المسامير وهنبتدي نطلع الاصابع بتاعتنا بحرص. احنا المشكله اللي كانت عندنا كانت في الاوكتاف ده، لو تفتكروا عادي جدا ان احنا بنطلع الاوكتاف لقدام حاجه بسيطه خالص ونبتدي نرفعه ونحطه كده تمام. احنا فرصه ان احنا فاكين، فهنبتدي ننظف الباقي كله. يفضل ان احنا نخلينا بالترتيب علشان في التركيب نرجع بنفس الترتيب بتاعنا. نشد الاوكتاف شده لبره بسيطه عشان التجويف دون بيبقى ماسك في الشاسيه هنا. وهنبتدي برفق خالص كده ونبتدي نخلع الجلد بتاع الزراير زي ما احنا شايفين. بنطلع برضو كل اوكتاف. يفضل ان احنا نخلي كل حاجه مع الحاجه بتاعتنا. وهنجيب قماشه بس شرط انها تكون ناعمه وما يكونش فيها وبره، وهنبتدي نمسح الجزء دون كده، قماشه عليها نقطه ميه بسيطه خالص، وهنبتدي ننظف المكان اللي الزرار نفسه بيضغط عليه. وبعدين بنفس القماشه اللي اتفقنا انها تكون ناعمه وبدون وبره نبتدي نمسح تاني عشان بقايا اي ميه موجوده مكان الزراير بتاعتنا. طيب الجلد هنعمل فيه ايه؟ الجلد ده لو بصينا هنا ولقينا فيه دول اي جزء من دول مقطوع يبقى ده هيحتاج يتغير. لو بصينا لقينا يعني عملنا فحص ليهم ولقينا كل ده سليم مفهوش اي مشكله يبقى مش هنحتاج نغير فيه حاجه. هنبتدي بس ننضفه بنفس القماشه بتاعتنا اللي فيها حبه الميه البسيطه
مش ميه اللي بيها تكون يعني نقول يعني فيها نسبه ميه. نبتدي ننضف الجلد بتاعنا بالشكل ده، وهنعمل زي ما عملنا في باقي جلد الزرع. دي اللي كان فيها المشكله هننضفها تنظيفه كويسه، وهنتاكد ان مفيش حاجه فيها مقطوعه. لا تمام، مفيش حاجه مقطوعه، هي عايزه بس تتنضف مش اكتر من كده. الصوابع البلاستيك دي ينفع ان هي تتغسل زي ما هي بمسحوق، بس هنعمل فيديو مخصوص عن التنظيف نفسه وهعرضه لحضراتكم قريب ان شاء الله. نظفنا ونشفنا مكاننا واكدنا، هنبتدي نركب الجلد بتاعنا ونكون حريصين ان فيه اتجاه. هنا لو بصينا هنلاقي ان فيه واحده صغيره واحده كبيره. احنا لما جينا نفك حطيناهم بالترتيب بتاعهم كده عشان لما نيجي نركب بنفس الاتجاه بتاعنا. السن الصغير ده خاصه بالتاتش بتاع الزرار، والكبيره خاصه بالنغمه العاديه بتاعتنا. بنركب كده نتاكد ان البنوز دي كلها داخله في المكان بتاعها والجلد مرتاح مكانه، مفيهوش حته عاليه او حته متنيه. هنمسك الاوكتاف بتاعنا كامل زي ما هو، هنبتدي ندخل الجزء اللي تحت الاول وبعدين نبتدي نريح. نخلينا كده في الحته الفنيه دي زي ما احنا شايفين. السنه دي لازم تبات على الجزء اللي قبلها، كل واحده بتبات في الجزء التالي ليها. اتاكدنا ان كله مرتاح كده مكانه تمام، نبتدي نربط المسامير بتاعتنا. ربطنا المسامير بتاعتنا كده، وهنجيب الكيبورد زي ما فكنا بالظبط، هنرجع الخطوات بتاعتنا بشكل عكسي. هندخل الزرار بتاعتنا الصوابع بتاعتها في الجزء الخاص بيها السفلي اللي تحت، وهنبتدي نربط المسامير بتاعتنا زي ما فكنا بالظبط. هنرجع الحزام بتاعنا اللي كان ماسك الفلاتين دول او الكابلين دول. نجرب مع بعض مره وبعدين الدنيا اشتغلت تمام وزي الفل، نبتدي نقفل الوش بتاعنا زي ما فكنا. لو فاكرين المنطقه اللي كان فيها المشاكل هي الاوكتاف دون، كده كله تمام زي الفل مفيهوش اي مشكله. وعشان ما نضيعش وقت حضراتكم هنجيب الكفر الظهر بتاع القرب، وهنركب الكابل دون اللي هو خاص بالبطاريه دي اللي انا قلت لحضراتكم في اول الفيديو. في حاجه نهايه الفيديو اوعى تنساها، ده اللي كنت باكد ان احنا ما ننساش الكابل ده، عشان بعدين لو جينا نجرب نشغل بالحجاره وما اشتغلش هنقول يا ترى ايه المشكله. وهنريح الكفر بتاعنا الظهر بتاعنا العادي، ونربط المسامير بتاعتنا. شكرا جزيلا، واتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.